السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم هذه. متتبعينا الكرام، ألف تحية وتحية للجميع. اليوم كما سبق أن تحدثنا، سوف نناقش المحور الثالث، ألا وهو أسس حقوق الإنسان، وسنضيف كذلك أن نناقش موضوع حماية حقوق الإنسان. وعندما نتأمل في هذه المسألة نجد أن حقوق الإنسان التي يتمتع بها الشخص، بغض النظر عن أي وضع متصل، هذه الحقوق هي الحريات التي تمكن الناس من الحصول على الأوضاع الصحية والتعليم، وكذلك هي الحريات التي تمكن الناس من الحصول على الأوضاع التغذية اللازمة للبقاء وللعيش حياة كريمة. وحقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية لكل إنسان بحكم كونه إنسانا، ولأن البشر هم أكثر الأنواع الحية تطورا. فإن تفسير القدرات الطبيعية البشرية بيولوجيا ونفسيا هو موضوع الأنثروبولوجيا. فتهدف الأنثروبولوجيا الفلسفية إلى توفير ظروف معينة إنسانية للبشر، وتقدير الأشخاص والمجتمعات الأخرى ومعاملتهم بتسامح. وفي هذا السياق، على الرغم من أن حقوق الإنسان مضمونة باللوائح الغربية مثل الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس من الصحيح إسناد هذه الحقوق إلى ثقافات أو مجتمعات معينة. تؤكد العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية على حقيقة أن حقوق الإنسان مبنية على قيمة عالمية. على سبيل المثال، تؤكد المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد الطوارئ، على تخويل لأي دولة أو جماعة أو أي فرد في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. إنه لنهج خاطئ أن نسند حقوق الإنسان إلى أي مجتمع أو ثقافة. بدلا من ذلك، فإن النهج الأكثر دقة هو أن نؤسسها على المستوى الأنثروبولوجي، أي بناء الإمكانات البيولوجية النفسية للكائن البشري. الحجة الرئيسية هنا هي أنه يجب تطبيق الحقوق على قدم المساواة على جميع البشر، بغض النظر على مكان وجودهم في العالم أو الخصائص الثقافية التي يتمتعون بها. فأينما ذهبنا في العالم فإن حقنا في الحياة لا يتغير، لأننا نحصل على هذا الحق ليس من بلد، بل من حقيقة أننا بشر. فيما هو الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان التي تنطبق على البشر على قدم المساواة؟ الجواب عن هذا السؤال يتلخص في مبدأ الحقوق الطبيعية. فمبدأ الحقوق الطبيعية هو الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان. والواقع أننا عندما ننظر إلى مفهوم حقوق الإنسان نجده يقوم على مبدأ الحقوق الطبيعية عند جون لوك مثلا، ومن دافعوا على أفكار هذا الفيلسوف في فترات لاحقة، ذلك أن هذه الحقوق الفريدة للإنسان موجودة في الطبيعة البشرية، وبالتالي فهي طبيعية. إن الحقوق الطبيعية تنشأ مع وجود الإنسان، ومن ثم فالحقوق الطبيعية هي حقوق لا يمكن للناس التنازل عنها أو التصرف فيها
وبعبارة أخرى فإن حقوق الإنسان لا تنشأ عن أي وضع اجتماعي أو رأي سياسي أو أصل عرقي أو قوة اقتصادية، بالإضافة إلى ذلك بما أن الحقوق الطبيعية سمة عالمية، فليس من الصواب حصرها في مكان وزمان معين. حقوق الإنسان صالحة حيثما كنا في العالم، ولهذا السبب عندما ننظر إلى الدراسات الدولية لا نجد رأيا أو فكرة مقبولة منتشرة مثل حقوق الإنسان. على سبيل المثال، وقعت سنة 1992 وقعت 192 دولة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصدر الأساسي لحقوق الإنسان، المصدر الأساسي لحقوق الإنسان الحديثة. ومن المعروف أنه خاصة مدى ثمانينيات القرن العشرين أجرى علماء الأنثروبولوجيا دراسات أكثر شمولا وفعالية، حيث حقوق الإنسان على أساس كل دولة على حدة. وهذه الدراسات مصدر مهم للأمل للأجيال القادمة، لأنه بصرف النظر عن الأنثروبولوجيا الفلسفية فإن دراسة البشر ككائنات فردية واجتماعية هي أيضا مجال دراسة العلوم الاجتماعية الأخرى. وتحتل حقوق الإنسان مكانة مهمة في العلاقات الفردية والاجتماعية للبشر، ويظهر مفهوم الحقوق الذي له مكانة مهمة في العلاقات الإنسانية مصاحبا للحياة الاجتماعية، كما تستمر حقوق الإنسان في الوجود مع البشر وتكتسب أهمية مع الحياة الاجتماعية. ونظرا لأن الناس يعيشون معا كمجتمع، فقد كان مصدر هذه الحقوق موجودا دائما، ومع ذلك فقد نوقشت حقوق الإنسان في إطار مفاهيم في القرون الأخيرة. وعندما ننظر إلى مجالات دراسة الأنثروبولوجيا نجد حقوق الإنسان من بين الموضوعات التي تتطور وتتوسع بسرعة. فالآن سنتحدث عن حماية حقوق الإنسان، حيث نقول إن الناس هم الذين يضيفون معنى على العالم الذي يعيشون فيه، كما أن عملية صنع المعنى هذا تبرز الوعي بحقوق الإنسان. فالبشر هم أولئك الذين يعرفون الثقافة ويبتكرون في العالم والتكنولوجيا، ويتساءلون عن حريتهم ويدافعون عنها. إن وجود المواهب والحريات الإنسانية والحقوق الأساسية والقضايا والقانون وحقوق الإنسان من بين أهم القضايا، وذلك لأن الجانب الإبداعي للإنسان يعتمد بمعنى ما على حرياته وليس على حالته الجسدية. ولا ينبغي أن ننسى أن الوضع القانوني لحقوق الإنسان وحرياته ليس مبدأ مجردا مستقلا عن القاعدة القانونية، بل هو قاعدة قانونية إيجابية لها سلطة الجزاء، ويمكن تطبيقها، فتلعب حماية حقوق الإنسان دورا مهما يوما بعد يوم في سياق ظروف العصر. والواقع أن حماية حقوق الإنسان كانت من بين القضايا التي نوقشت منذ وجود البشر، إلا أن فكرة حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي نوقشت في أوائل القرن العشرين. ومن المعروف أن الفلسفة اليوم كما في العصور القديمة تركز على مشاكل البشر وتدرسها، ولهذا السبب تعمل الفلسفة بفعالية على تطوير إمكانية حل المشاكل الموجودة في حياة الإنسان، وتقدم الفلسفة الحلول الممكنة لانتهاك بعض حقوق الإنسان في عالم اليوم. وفي مواجهة هذا الوضع تجعل الأنثروبولوجيا الفلسفية الدراسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ضرورية. فعندما لا يكون الناس متساويين
تتجاهل حقوق الإنسان ويقضى على الحريات والحياة البشرية. ويمكن إعطاء أمثلة بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحرب في كوسوفو وتدخل روسيا في أوستيا الجنوبية. ويتزايد اليوم عدد الأمثلة المتشابهة لهذه الانتهاكات يوم بعد يوم، والأمثلة الأكثر واقعية هي الحروب الدائرة في العراق وأفغانستان وسوريا وبين فلسطين وإسرائيل. وتتجاهل هذه الحروب حقوق الإنسان والحياة البشرية والحريات وسلامة أراضي البلاد. وكما يتبين من الأمثلة المذكورة، لا تزال هناك حروب مستمرة في أجزاء مختلفة من العالم. من هنا يمكن القول أن على العلماء والفلاسفة واجبات مهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. فيقول كانت أن العقل في كل الأحوال يعارض بشدة النهج الذي يستخدم الحرب، وهو يرى أن السلام المطلق واجب ويفتح كل أبواب السلام للبشرية. في الواقع من المعروف أنه قبل فكرة كانت على السلام الأبدي كان القديس أغسطين أحد أهم فلاسفة الفكر الغربي قد أسس السلام على النهج الإنساني في سياق الإنسان والإنسان والطبيعة والإنسان وذاته. ونتيجة لذلك ينبغي للمدافعين عن حقوق الإنسان والفلاسفة حماية هذه الحقوق من خلال إيجاد حلول عاجلة لهذه القضايا. وما يجب القيام به هنا هو اتباع طريقة تعطي الأولوية لحق كل شخص في الحياة. ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنه في عالم اليوم تضمن المؤسسات الإقليمية والدولية حماية حقوق الإنسان، ويمكن إعطاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كمثال على المستوى الإقليمي، فتخضع انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان التي قبلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي تعد الأمم المتحدة السلطة المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي تلعب دورا ناشطا بشكل خاص في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان. ثانيا، لدى الأنظمة القانونية المحلية للدول أيضا آليات تحمي حقوق الإنسان وتصد انتهاكاتها، وتأتي الدساتير في المقام الأول من بين هذه الآليات. فلكل دولة دستور يحدد شكل حكوماتها ويضمن الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها. على سبيل المثال، يحمي دستور سنة 1982 الساري في تركيا الحقوق الأساسية للأفراد، وتحمي قوات إنقاذ القانون الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وفي حالة انتهاكها تفحص هذه الانتهاكات من قبل السلطة القضائية. ومن هذا المنظور تهدف الأنظمة القانونية للدول أيضا إلى حماية حقوق الإنسان. ومن ذلك فإن مدى فعالية هذه الآليات في منع انتهاكات حقوق الإنسان أمر مثير الجدل. لذلك من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان إلى المستوى المطلوب لا بد من إدراج هذه المبادئ في المنازل والشارع والمؤسسات التعليمية وبيانات العمل وجميع العلاقات الاجتماعية. ومن الأهمية بمكان ألا تقتصر حماية الحقوق على القوانين والقواعد فحسب، بل لا بد أن تنعكس أيضا في السلوك. كان هذا إخواني أخواتي المحور الثالث، والتي ضم أسس حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. نتمنى أن أكون قد أعطيت نبذة ولو مصغرة حول هذه الأهمية وهذا الموضوع الذي هو جد مهم وهو حديث الساعة. ما سأقول لكم أننا على أمل اللقاء في المناقشة والاستنتاج إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع تحياتي للجميع.
وأشكركم على انتباهكم وحضوركم لهذه القناة. تحياتي.